شاء الله هنتكلم على الإسعافات الأولية لنزيف الأنف وأسباب وعلاج نزيف الأنف. نزيف الأنف أهم سبب من أسبابه الضغط المرتفع. الضغط المرتفع بيعمل نزيف أوعية دموية كتير على حسب الأوعية الدموية الضعيفة في جسمك. ممكن يحصل نزيف في الشرج، ممكن يحصل نزيف في الأنف، ممكن يحصل نزيف في الأوعية الدموية بتاعة المريء اللي عنده مشاكل في الكبد، اللي عنده دوالي في المريء. ممكن يحصل نزيف لدوالي كانت عندك على حسب المنطقة الضعيفة. ممكن يحصل نزيف مهبلي عند الستات. فالضغط المرتفع من أهم أسباب النزيف في حتت كتير، ومن أهمهم الأنف اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة. من أهم أسباب برضو نزيف الأنف السيولة. لما تكون السيولة عالية بيكون في نزيف بقى في حتت تانية. ممكن تلاقي بقعة تحت الجلد، ممكن تكون في برضو نزيف في الأماكن اللي قلنا عليها قبل كده. برضو من أهم أسباب نزيف الأنف ان يكون في مشكله تضاعف في الشعيرات الدمويه للانف نفسها، ودي بتبقى طبعا بيشخصها دكتور انف واذن. احيانا بيدي علاج ليها واحيانا بيعمل عمليه كي. لو في طبعا ارتفاع في ضغط الدم يبقى علاجها ان احنا نظبط ضغط الدم. لو كان في مشكله في السيوله يبقى علاجها ان احنا نظبط السيوله. لو كان في ضعف في الشعيرات الدمويه بندي للكبار البالغين بندي برشام اسمه روتا سي، وبندي نقط للمناخير لفترة أسبوع على حسب الفتحة اللي بتنزف. بالنسبة للصغيرين بندي فوار فيتاسيد سي، وبندي نقط الأنف بتاعت الأطفال برضو لمدة أسبوع. طيب نزيف الأنف الإسعافات الأولية نعمل إيه؟ لو كان عندنا نزيف في الأنف بنعمل حاجتين. أول حاجة بناخد قطنة ونبلها بمية تكون ساقعة ونحطها في الفتحة اللي بتنزف، نسد بيها الفتحة اللي بتنزف، وبعدين نسد الفتحتين بتوع الأنف جامد ونميل لقدام ونتنفس من بقنا لمدة دقيقة، وبعد كده نشيل القطنة هيكون النزيف واقف. طب ليه ما بنميل لقدام ما بنميلش ورا؟ عشان في فتحة من الأنف للورا، وده بالتالي النزيف هيفضل شغال وبينزل الدم من ورا على المعدة وبيعمل مشاكل كتير. فاحنا بنقولها مرة تانية، نحط قطنة مبللة بمية ساقعة في الفتحة اللي فيها النزيف، نسدها خالص، وبعد كده نسد الاتنين بإيدينا الاتنين ونميل لقدام لمدة دقيقة بالكتير، وبعد كده نروح ونتنفس من بقنا، وبعد كده نشيل القطنة هيكون النزيف انتهى بإذن الله. دي أهم أسباب وأعراض وعلاج نزيف الأنف. نتمنى للجميع صحة جيدة، ولو في أي أسئلة يا ريت تبعتوا لنا وهنرد عليها في نفس الوقت بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.